واخيرا النهارده هنجرب مسحب باللبن. سحب، خلينا نروح عشان نجربه. ده شكل الطبق اللي بيجي فيه المسحب، هتلاقي موجود فيه 6 قطع. طبعا الحجم بتاعهم بعيد شويه عن المسحب البيك اللي هو مفترض ان ده تقليد ليه او تقليد للشكل بتاعه. كمان بيجي معاه صوص الشوكليت دوت. ده شكل القطع من بره، اللي موجود من الخارج دوت هو بسكويت لوتس. ده شكل القطعه بعد ما بتفتحها من جوه، بيكون فيه ايس كريم ابيض، بعده فيه طبقه شوكولاته بيضه هي اللي محافظه على ان يفضل ماسك نفسه الى حد ما بالشكل دوت. خلونا بس ندوق لوحده من غير الشوكولاته ونقول لكم راينا فيه ايه. لما هتدوق هتلاقي طعم الشوكولاته البيضاء اللي بره هو اللي غالب جدا، لدرجه ان طعم الايس كريم ذات نفسه مختفي. البسكوت اللوتس اللي بره اعتقد نفس النوعيه اللي بتتحط على نوع معين من الايس كريم تبع شركات زي فرايدي وكده، عندهم نوع معين من الايس كريم هتلاقي عليه الطبق ديت نفس الطعم بالظبط. خلونا بقى نجربه مع صوص الشوكليت. المسحب طعمه كويس جدا وبيعتبر تجربه مختلفه، بالذات طعم الطبقه الخارجيه مع صوص الشوكولاته. لكن مشكلته بس ان طعم طبقه الشوكولاته البيضاء الخارجيه مغطي على طعم الايس كريم اللي